الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن ليه بصمات مهمة جدا في تاريخنا الدرامي. هو اللي ألف مسلسل أم كلثوم، وهو اللي ألف كمان فيلم ناصر 56، وألف أعمال درامية أخرى مهمة جدا. في الحقيقة هو كان صديق للمؤرخ أحمد كمالي، وكانوا دايما بيلتقوا ببيته في الشيخ زايد. وكانت زوجته الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز اللي هي حاليا عضو في مجلس النواب، هي اللي بتستضيفهم وبتعمل الأستاذ أحمد الشاي. وكانت ست لطيفة جدا في عادتها. كمان المؤرخ الكبير والكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن هو كان مش عمدة الدراما، ده عمدة التاريخ. راجل لطيف جدا وحكاياته ما بتنتهيش، وهو طبعا عنده مكتبة في غاية الأهمية. في الحقيقة تقرر ان احنا في ايام مصرية نعمل عدد عن الأوبرا، فدعينا الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن انه يكتب مقدمة العدد. في الحقيقة هو ممكن يكون اتأخر فيها شوية، خد راحته فيها، لكن في النهاية كتب هذا المقال الرائع. أظن أننا متفقون على أننا ندخل إلى عالم التاريخ من أبواب مختلفة. في الحقيقة كتب موضوع جميل جدا، لكن احنا في التوقيت ده ما كناش بننزل الصور بتاعة المؤلفين جنب موضوعاتهم. علشان كده هنلاقي في الموضوع ده صورة الكاتب الكبير نجيب محفوظ جنب المقال بتاع محفوظ عبد الرحمن. يعني احنا تداركنا ده بعد كده وابتدينا لما حد يكتب كلمة العدد ننزل صورته، زي البرنس عباس حلمي، زي وزير سابق، شخصيات مهمة. كان معكم المؤرخ أحمد كمالي، وإلى اللقاء في حكاية أخرى.